في الفيديو ده جاك اتعرض للدغة تعبان سام وهو بيستكشف منجم نحاس، ولما فهم انها افعى جراثية قاتلة استحمل الألم وحاول يتصل يطلب المساعدة، بس الشلل اللي بدأ ينتشر في جسمه خلى الموبايل يقع منه على طول. بعد كده حاول يمص السم بنفسه من غير ما يلاقي فرصة حتى يمسك الموبايل تاني، وهو بيتميل من كتر الضعف اتحرك ناحية بيته من غير ما يعرف ان الحادثة دي هتكون سبب في انه يفضل عايش. دخل جاك البيت بسرعة وهو مرعوب وشرب ازازة مية وبعدها وقع على السرير، بس الخطر ما كانش خلص. جاك كان بيفكر نفسه انه لازم يفضل يتنفس مع ضربات قلبه السريعة، وبعد شوية فقد الوعي، لكن جسمه بدأ يترعش جامد لما فاق. تاني يوم اكتشف ان ايده ورمت جدا، بس مع كده كان لسه عايش لحد ما جه الليل وهو تايه ومش فاهم اي حاجه. حس جاك ان في حد بيقرب، لكن اول ما الشخص ده شاف حالته جري ومشي بدل ما يساعده، وما سمعش غير كلام غامض بيختفي. والشمس طلعت زي كل يوم. شاف جاك بالعافيه شويه طيارات هليكوبتر معديه في السماء، ورغم انه كان فاهم ان في حاجه بتحصل ما كانش قادر يقوم. ام جاك بعتت رساله شكلها كانها وداع، بس هو ما قدرش يشوفها. في اليوم الثالث كان لسه بيقاوم السم، وفي الاخر فاق من الغيبوبه من غير موبايل ومش عارف قعد قد ايه فاقد الوعي. كل اللي كان عارفه انه ما ماتش من السم، وان الجرح اللي في ايده خف خالص. فجاه حس بجوع شديد فقرر يروح القريه يدور على اكل، بس اتفاجئ ان عربيته كلها تراب. سأل نفسه قعد قد ايه مغمى عليه، بس ما وقفش كتير عند النقطه دي. نظف العربيه بسرعه وطلع على القريه. بس أول ما وصل أطراف القرية لاحظ إن في حاجة غريبة. الشوارع اللي المفروض تبقى مليانة ناس كانت فاضية خالص، وعند باب محل شاف البضاعة مرمية على الأرض كأن محدش لحق ياخدها. ولما شاف جثة مرمية فهم إن في مصيبة، لأن شكلها والدبان اللي حواليها كان واضح إنها ميتة من زمان، وكل اللي حواليه كان بيدل إن في كارثة حصلت. بعدها شاف جاك تحذير مكتوب على يافطة. من غير ما يفكر كتير جري على بيت أهله، وهناك من الراديو عرف إنه كان في غيبوبة لمدة شهر كامل. وخلال الفترة دي فيروس انتشر في العالم، مش بس سريع العدوى لكن كمان نسبة الوفيات فيه عالية جدا، وانتشر بسرعة في كل مكان. والسلطات طلبت من أي ناجين إنهم يروحوا للملاجئ. وصل جاك أخيرا البيت وشاف بواقي أكل في الأطباق. دعا إن أهله يكونوا كويسين، بس أول ما دخل أوضة النوم رجع للواقع المؤلم. شاف أبوه جثة هامدة فانهار من العياط وما قدرش يستحمل، وبعدها شاف أمه هي كمان واقعة جنب الحمام. الصدمة كانت قاسية جدا عليه، وساعتها جاك انهار من كتر الوجع. اشترك في القناة عشان تشوف الجزء الثاني من القصة.